أهلا بيكم. ما ينفعش يعدي الشتاء من غير ما نعمل حاجة حلوة سخنة تدفي على القلب، حاجة كده في اللذاذة وسهلة جدا. هنعمل مع بعض طاجن أم علي. عملناها كتير مع بعض كذا مرة، بس المرة دي غير. يلا بينا نشوف الطريقة. ولو أول مرة تشوفوا قناتي وعجبتكم، أتمنى أن انتوا تشرفوني بالاشتراك وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. ويلا على الفيديو. هستخدم في الفيديو النهاردة أو في الطريقة بتاعتنا النهاردة الميني مولتو، الكرواسون اللي بيبقى فيه شوكولاتة أو محشي شوكولاتة من جوه. ده كده الشكل بتاعه. انا هنستخدم الحجم اللي هو الصغير. معايا حوالي كوبايتين من اللبن، وكمان 4 معالق سكر. السكر ده حسب الرغبة، ممكن تزوده أو تقلله. ومعلقة حلوة كده من السمنة. احنا اليومين دولت موسم تخزين السمنة، اللي عايز يشوف الفيديوهات يرجع لها تاني. وكمان هحط معلقة حلوة كده من القشطة. طالما بقى شتاء ودفى يبقى مفيش احسن من الحاجات ديت بصراحة تدفي. هستخدم النهاردة الطواجن الصغيرة ديت. الطواجن ديت كل واحدة اخدت كيس من الميني مولتو. بدهنها في الاول كده بالسمنة، حاجة بسيطة بس، برضو علشان تديها طعم لما بنحط فيها المكونات بتاعتنا. وهحط فيها الكرواسون بالشكل ده. زي ما قلت كل واحد اخد كيس من الميني مولتو. وهبتدي ان انا اوزع عليه اللبن اللي انا حطيت عليه السمنه وحطيت عليه السكر والقشطه. انا بوزع اللبن بالشكل ده، شويه هنا وشويه هنا، عشان خاطر السمنه اللي فوق الوش ما تتركزش في طاجن واحد، وكمان تتوزع عليهم هما الاتنين. وبحط فيها مكسرات، اي نوع مكسرات عندك، بس انا حبيت ان انا احط بندق علشان خاطر البندق بيبقى لايق قوي مع طعم الشوكولاته اللي فيها. وهحط كمان شوكولاته من اللي هي اي نوع شوكولاته موجوده عندك. ممكن كمان تحطي شوكولاته نوتيلا او شوكولاته قابله للدهن، او كمان ممكن تستغني عنهم خالص وتكتفي بالشوكولاته اللي موجوده في الكرواسون من جوه. كده خلاص بنبتدي ان احنا نغطيها بالشكل ده كده علشان تتشرب حلو من السوائل اللي فيها. وهغطيها كمان كده من فوق بمعلقه حلوه من وش اللبن او القشطه، اي حاجه متوفره عندك. هو ده طاجن دمار بصراحه. ببتدي اوزعه كده. وش اللبن ده او القشطه ديت لما هتدخل في الفرن هيبتدي ان هو يخليها تحمر ويبقى شكلها حلو قوي لما تخرج. وكمان هيديها القرمشه اللي هي هتبقى فيها ديت. كده بقى جاهز خلاص. بس احنا مش هندخله كده على طول على الفرن، لا، احنا هنجيب صينية ونبتدي ان احنا نحطهم في الصينية علشان خاطر لما يبتدي ان هو يغلي في الفرن اللبن اللي موجود ما يفرش في الفرن عندنا ويبهدل الدنيا. لا، احنا عايزين ما نتعبش بعد ما نخلص، يعني احنا عملنا حاجة ما نبهدلش الدنيا ورانا، يعني عايزين نتدفى بقى، مش عايزين نسقع وننضف ورانا. فكده نحطها في الصينية عشان اي سوائل تنزل من الطاجن تبتدي ان هي تنزل في الصينية. وبعد كده الصينية سهلة جدا ان هي تتغسل. بحط على درجة حرارة 200 ونكون مسخنة الفرن قبليها. انا مش محتاجة ان هي تقعد فترة طويلة في الفرن، انا هسيبها بس لحد ما يبتدي الوش بتاعها يحمر. كده خلاص الوش بتاعها احمر، وشايفين السخونية والبقبقة اللي طالعة منها، حاجة كده بتدفي من المنظر بتاعها لوحده. وزينها من فوق بقطع من الشوكولاتة اللي هي يعني حاجة بسيطة كده. حابين ان انتوا تحطوا مكسرات، ممكن حابين ان انتوا تستغنوا عنها، ممكن ايس كريم كمان معاها لما يسيح كده مع الحاجات السخنة، حاجة كده وهمية. شايفين شكلها، شايفين كمان اللبن فيها السائل بتاعها حلو قوي. الكرواسون كمان كان الطبقة من فوق كانت فيها قرمشة خفيفة كده جميلة جدا. شايفين اللون الأحمر بتاعها ده اللي كان من القشطة. ده شكلها حاجة تجوع. شايفين شكل الشوكولاتة كمان بعد ما ساحت،
سواء اللي فوق او اللي تحت. هي الشوكولاتة اللي فوق ديت مجرد ما بتتحط عليها وتتساب شوية كده هوت بتبتدي ان هي تحمض سخونية. بصراحة طاجن دمار. اتمنى ان هو يعجبكم وان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة، وبالهنا والشفا، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم سلام.